انتقادات لشعار كأس العالم 2030 وتغييب الهوية المغربية. الفيفا يمنع 3 لاعبين مغاربة في الانتقال إلى فريق سعودي. بعد إعلان المغرب إسبانيا والبرتغال عن الشعار الرسمي للنسخة الثلاثينية لاحتضان كأس العالم 2030، تقاطرت انتقادات نشطاء وخبراء رياضيين مغاربة بسبب تغيير الهوية المغربية عن الشعار على مستوى العبارات والشكل. واعتبرت عبارة يلا التي تم وضعها في الشعار هي بعيدة عن الهوية المغربية ولا تحمل أي صلة باللهجة الدارجة أو الأمازيغية. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منع نجوم المنتخب المغربي الثلاثي حكيم زياش، نايف أقرد وغانم سيس للانتقال إلى فريق الشباب السعودي، بعدما قرر إيقاف النادي العاصمي من التسجيل خلال الفترة المقبلة. وكشفت فيفا حسب ما نشرته في الأداة الرقمية الجديدة التي توضح بيانات الأندية الخاضعة إلى حظر تسجيل منع الشباب ل3 فترات دون أن يوضح أسباب ذلك.